السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل العيش البلدي، هنعمله بخطوات سهلة جدا للمبتدئين. واللهم بارك، العيش البلدي طلع معايا تحفة. هقولك بقى على العجينة المظبوطة اللي تخلي معاكي العيش البلدي بجد تحفة، بس يا ريت تتابعي لحد الاخر علشان في خطوات مهمة جدا للاخر. ويا ريت بقى لو اول مرة تشوف قناتي يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. العيش نفخ وكمان العيش طري بعد السوا. بجد لو ما عملتيش العيش البلدي لازم تجربيه بنفس الخطوات. العيش طري ومش مجلد. تعالوا بقى نشوف الطريقة المظبوطة. في الأول كده هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا حابة أقول لكم قبل ما نبدأ، اللي عايز يخبز العيش البلدي بجد ويطلع معاه مظبوط يبقى يتابع بقى الفيديو كامل، علشان فيه خطوات مهمة جدا لحد الآخر ومحدش هيقولك عليها. في الاول كده انا معايا 17 كيلو دقيق مدعم، يعني دقيق اسمر نخلته طلع بقى كده كيلو نخاله، يبقى معايا كده 16 كيلو الدقيق المدعم. لو حابه ان انت تخلطي عليه دقيق ابيض او دقيق زيرو العيش هيبقى معاكي تحفه. معايا كده معلقتين كبار ملح ضفتهم مع الدقيق، ومعلقتين كبار من الخميره. الخميره في الصيف ما نكترش خالص، يعني حوالي كده على الميزان 10 جرام. وقلبت كويس جدا الدقيق مع الملح مع الخميره. وبعد كده ضفت المية عادية خالص من الحنفية، يعني مش مية سخنة. والمية بقى بالتدريج واحدة واحدة. انا حبيت النهاردة ان انا اعجن لكم بايدي، معجنش في العجان. المرة اللي فاتت عجننا في العجان، بس انا هعجن على ايدي علشان تشوفي العجينة المظبوطة، علشان هي اهم خطوة خطوة العجين. علشان كده انا جايبالك العجين واحدة واحدة وما سرحتش خالص. العجين في الاول هنعجنه على اليابس وبعد كده نطري فيه واحدة واحدة. العجينة الطرية هتغلبك وانت بتعجنيها، وكمان وانت بترحيها هتتلزق معاكي على المطارح. يبقى في الاول هتنزلي بالمية واحدة واحدة. اول ما الدقيق يختفي معاكي هتوقفي مية وتعجني العجينة على اليابس، ونرجع بقى نطري العجينة واحدة واحدة لحد ما نوصل للعجينة المظبوطة في الاخر. العجينة في الصيف ما بتبقاش عجينة طرية، ولو انت لسه مبتدئة ما تخليش العجينة طرية علشان ما تغلبكش في الرح. طب لو انت لسه مبتدئة انت عايزة تعرفي العجينة مظبوطة ولا لا، هقولك بقى قطعي رغيف وحطيه على وش العجينة. لو سرح معاكي على بسيط تبقى العجينة كده في الوسط، لو سرح جامد تبقى كده العجينة طرية. لو الرغيف اللي انت حطيتيه على وش العجينة ما سرحش خالص، هتعرفي ان العجينة لسه عايزة مية وهتلتيها تاني. وهعمل كمان معاكم اختبار. انا كده قطعت الرغيف وهحطه على وش العجين. شايفين ما سرحش خالص، يبقى كده لسه العجينة يابسة. هنزل بالمية بقى واحدة واحدة والت العجينة. يعني بنعمل الاختبار دي كذا مرة لحد ما نظبط العجينة. دي خطوة مهمة جدا، ويا ريت ما تنسيش ان انت تختبري العجينة قبل ما تغطيها. يعني الخطوة دي بتظبط معانا العجين. وكمان لو حابة ان انت تطربخي علشان العيش ينفخ، بيدخل له بقى نسبة هواء، وكمان الفقاعات بتخلي العيش ينفخ. اللهم بارك، انا عملتها كده مرة او اتنين ولميت العجينة ما شاء الله عجينة مظبوطة وناعمة. انا هغطيها بقى بالصينية، بس قبل ما اغطيها هعلم الطشت اللي انا عجنت فيه علشان اشوف اختمر ولا لا. لو انت هتغطيها بملايات العجين هترشي دقيق علشان ما يلزقش معاكي. اما لو هتغطيها بالصينيه مفيش مشاكل خالص. وهنسيبه لما يخمر، اهم حاجه بقى وقت الخمر. انا بقى بعد ما رشيت النخاله شفت العجين لقيته لسه ما وصلش للعلامه اللي انا معلماه، فغطيته تاني وسبته لما جهزت المطارح، وكمان جهزت الطبق اللي فيه زيت اللي انا هقطع بيه، وربطت الانبوبه. ورجعت شفت العجين لقيته اختمر. اخد معايا خمر ساعة ونص، بس مفيش اي مشاكل خالص. لو طول معاكي شوية اخد ساعتين الا ربع. اهم حاجة العجينة مظبوطة وتغطيه وتسيبيه لما يخمر، ما تستعجليش خالص. وبخصوص التقطيع، قطعي ووسعي بعيد عن بعضه علشان هيختمر وهيلزق لبعضيه. وحجم الرغيف على حسب ما انت عايزاه، ان كان اكبر من كده او اصغر من كده. بس لو انت لسه مبتدئة اعمليه اصغر من كده علشان انت لسه بتتعلمي في الاول. انا مقطعه بزيت مش هيتغطى. لو انت هتقطعي بدقيق هتغطيه بملاية عجين علشان ما يعملش معاكي طبقة ناشفة. ونحاول بقى ما نكترش لو احنا لسه مبتدئين، يعني اعملي بقى ربع الفرشة او صينية او اتنين، وبعد كده لما تخبزيهم هتقومي تقطعي وتسيبيه لما يخمر على النخالة 10 دقايق. في ال10 دقايق اللي هو بيخمر فيه بتشغلي الفرن يسخن. اول ما الفرن بيسخن بتوطي البلاطة وبتخلي الجنوب عليه، علشان اهم حاجة التسوية وهنتكلم عليها في الاخر. بس اهم حاجة من اول رغيف هتعرفي العجينة مظبوطة ولا لا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جامد منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. هو اول رغيف ما جاش معايا في التصوير، بس ما شاء الله من اول رغيف نفخ وكمان طالع معايا تحفة، علشان كده انا هكمل بقية الخبيز.
وانا قلت لك من اول رغيف هتعرفي العجينه مظبوطه ولا لا. لو رميتي اول رغيف ولقيتيه لسه منفض هقولك بقى اصبري عليه شويه وارجعي اخبزي. لو انت اول مره تعملي مش هتعرفي يعني ايه نفطه. النفطه بتخلي سمك الرغيف من تحت تخين قوي ومن فوق رقيق خالص زي الفطير. لو لقيتيه معاكي كده يعني سمكه تخين من تحت ورقيق من فوق، اصبري بقى شويه وارجعي اخبزي، هيكون اختمر وكمان هيبقى معاكي العيش في الاخر هيبقى تحفه. تعالوا بقى نشوف التسوية المظبوطة. أول ما بنرمي الرغيف بنقفل عليه الفرن وبنخلي الجنوب عالية والبلاطة بنوطيها خالص عشان ما تحرقش معانا الرغيف. وبعد كده بنفتح الفرن ندير الرغيف، بنطلع بقى اللي استوى بره وبندخل الجنب اللي ما استواش جوه علشان يستوي معانا مظبوط. أول بقى ما بيستوي بتطلعي الرغيف وتكملي بقى بقية التسوية، وخلي بالك بقى من الخطوات اللي زي كده. تعالوا بقى لأهم خطوة. لو انت لسه أول مرة تمسكي المطرحة علشان تعرفي ترحي وتنطري الرغيف، امسكي المطرحة من تحت اليد زي ما أنا ماسكاها كده، جربيها هتلاقيها سهلة جدا معاكي الرح. وكمان لو العجينة مظبوطة مش هتغلبك خالص. ولازم بقى يكون معاكي مطرحتين مش مطرحة واحدة. هي أول حاجة بجد لو عايزة تتعلمي يكون معاكي مطرحتين، وكمان جنبيكي شوية نخال على شوية دقيق علشان هترشي بيهم المطرح. وبقى خطوة العجين مظبوطة معاكي والمطرحتين معاكي هتعرفي ترحي بكل سهولة. في الأول هتلقطي الرغيف هتحركيه من على المطرحة وبعد كده هتفردي الحروف، وجربي بقى مسكة المطرحة من تحت اليد بتعرفي ترحي الرغيف. المبتدئين بيبقى صعب جدا والرغيف تقيل عليهم في الأول، أما لو مسكتيها زي ما أنا ماسكاها كده هتلاقي بقى الرغيف سهل جدا وبيلف معاكي ويوسع معاكي بسرعة. وبعد كده هترمي بقى من مطرحة لمطرحة علشان تعرفي تتعلمي الرح. علشان لو عايزة ترمي في الفرن لازم تتعلمي في الأول من مطرحة لمطرحة، ولو عايزة ترمي في الفرن لازم تكوني عالية عن الفرن، يعني لازم تقعدي على حاجة عالية وبعد كده ترمي. ان شاء الله تعرفي ترمي وهتعرفي ترحي. والخبيز البلدي سهل جدا ما فيهوش حاجه صعبه، يعني انا مش بصعبها عليكم ولا حاجه. انتي هتجربي كل خطوه انا قلتها لك ان شاء الله هيبقى معاكي سهل جدا. لو رميتي بقى اول رغيف ولقيتيه طالع مجلد من الفرن هقولك العجينه كانت يابسه شويه، ممكن تقومي تظبطي بقيه العجين بنص كوبايه ميه وتسيبيها نص ساعه وترجعي بقى تخبزي. لو العجينه طريه هتغلبك جدا في الرح وهتتلزق معاكي وعليتها هتبوظ. هقولك بقى بطبقين دقيق وحطيهم على العجينه ولتيها تاني، هتسيبيها نص ساعه لما تختمر هترجعي تقطعي منها ان شاء الله تخبزي الخبيز وهيطلع معاكي تحفه. لو في حاله ان العجينه مش مظبوطه من الاول. بس لو مشيتي على نفس خطوات العجين كل الخطوات بقى هتبقى سهله بعد كده. لو التزمتي بالخطوات ان شاء الله العيش البلدي هتبقى استاذه فيه ومحدش هيتحداكي خالص في عميل العيش البلدي. اللهم بارك، العيش نفخ وكان جميل جدا وتسويته بجد تحفه. ولو عندكم اي سؤال يا ريت تكتبولي في التعليقات، انا تحت امركم هرد عليكم. الكميه كلها خلصت معايا اللهم بارك، ما خدتش اي وقت خالص لانها مظبوطه من الاول والعيش طري ومش مجلد. اتمنى بجد ان انت تمشي على كل خطوه مظبوطه علشان تعمليه ويطلع معاكي مظبوط. اتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط وتكون طلعت حتى لو بمعلومه بسيطه، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناه واستناني في فيديو جديد. السلام عليكم.